طيبا نافعا مباركا فيه يا رب العالمين. تم الخروج من حدود تاترستان على طريق موسكو السريع. الطريق هذا عليه رسوم. كيف طريقة الرسوم؟ من خلال تطبيق يرصد لوحة السيارة وتنزل باقي البيانات والرصيد. أكثر السيارات الأجنبية ما لها أي بيانات، علشان كذا يعتبر الطريق مجاني. وحنا حاليا على الخط بيننا وبين موسكو 720 كيلو، وبالساعات 6 ساعات و43 دقيقة. بإذن الله راح نوصل موسكو الساعة 11 بالليل. ما شاء الله تبارك الرحمن، عمال يجيب العافية. اللهم زد وبارك يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن على الأجواء يا ريت. اللهم بارك اللهم بارك. أمطار والجو يجيب العافية تبارك الرحمن. أبي بنزين ناكلنا لقمة ونتوكل على الله إن شاء الله. يا مرحبا يا ابو عبيد. مرحبا. ايش رايك في الطريق؟ ليت الطرق كلها يا ولد امطار وخير، والطريق ما شاء الله خط سريع وقريب بعد. المحطات متوفرة. اي بالله، والمحطات ما شاء الله هو مطعم وسوبر ماركت وبنزين وكل شيء. ولا يوم طفنا المحطة ممكن تكلمني تقول نبي لنا مطعم ما تبي طايف لي محطة، ما عاد نلاقي محطة الا عقب ساعتين 3 ساعات تعود على الطريق. لا 14 دقيقة. شوي الا انا في المحطة 14 دقيقة تقريبا. هذا الجيب اللي مطرقينه، هذا اللي اطيب منه. وصلنا الفندق هذا وخذنا بلازا جراند. ما شاء الله تبارك الرحمن، فندق ولا غلطة. اللهم بارك، فخم جدا جدا، وما شاء الله المواتر اللي فيه كلها فخمة. اللهم بارك. صور الشاشة، صور الشاشة، هذا المشهد لا يتكرر لا يتكرر. صور الشاشة، فاللقطة الماضية لن تشاهدها. حاليا في شوارع موسكو تحديدا في السنتر. جليد اللي بيجي موسكو احسب حساب الملابس الشتوية. طبعا ما قصر ويانا اخونا سلمان العتيبي طالب طب ان شاء الله، خريج السنة الجاية. لا تو ليش؟ 5 سنين ما شاء الله. ان شاء الله. لا تو واحد تقريبا يمكن 3 سنوات. 3 سنوات الا. جعل ربي يوفقك توفيق الطيب. امين. هذا شارع الاضاءات في سنتر موسكو. في شغلة بتكلم عنها مهمة جدا في روسيا تحديدا وجميع مدن روسيا الكبار. الجي بي اس يطفي لنواحي امنية، والابراج الكبار يطفون لايتاتها علشان الحرب ما بين اوكرانيا وروسيا. جميع مكان مهم يطفون لايتاته والجي بي اس ما يشتغل. من اشهر المولات هنا اللي هو مول قوم، مسكر حاليا، لكن من اشهر المولات في السنتر. جلسة مرتفعة طل على النهر، طل على الحديقة التحتية، وجايبين لها يقولون النباتات من العالم وزارعينها فيها، يقولون يهتمون فيها بشكل ملحوظ. طبعا ابو عبيد نغطي لكم الله بيدك. هذا الجسر ما شاء الله تبارك الله.
ابو عبيد هي دقائق حياه كم شوي صابي والله الحين هي الله تتحرك على الشاشه. انا اشهد من البرد، اهم شيء البطانيه شكلها دافيه حيل. جديد وانطلاقه جديده. طلعت ان شاء الله على الاخضر انا وابو عبيد. هذا صور سياراتنا وصورنا وبرسل لكم اياها على الواتساب. وصلنا قهوة ABC اللي كل المتابعين عليكم في القهوة هذه. حاليا احنا عندها وعبيد يغطي ونحتسي القهوة فيها. أهم شيء القهوة يعني القهوة. يا سلام على الفنجال اللي بدون عروة، شدنهم ملوها. شدنا الديرة بارد، يعني من بعد العصر ما تقدر تطلع إلا بجاكيت ولابس صح، لأن درجة الحرارة من 12 وتحت، وإذا كان في هواء بعد ما تقدر تتحمل. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي يبي السياحة، يعني مثلا مدينة وبرد موسكو، يعني باقي مدن أوروبا ما أعتقد أنه راح يكون جوها مثل جو موسكو. هذه من ناحية. الناحية الثانية حنا اللي توهقنا فيه شغلتين. الشغلة الأولى حنا يا أصحاب السيارات أو بعض الناس اللي يجي بالمطار يأجر سيارة، ما أنصحك. الخرائط مشوشة كامل على المحمولة اللي في التلفون وعلى الثابتة اللي هي القارة. النقطة الثانية بطاقة السحب الآلي، ما فيه بنك يسحب عندك هنا، لأنها فيها مقاطعة على روسيا، ما تشتغل لا الفيزا ولا ماستر كارد ولا الكنت ولا أي بطاقة، لا سحب كاش ولا مشتريات. إلا يقولون فيه بنك سعودي اسمه الإنماء يشتغل هنا، لأنه مرتبط في بنك في الصين، والصين البطايق الصينية تشتغل هنا. هذا اللي تواجه المشاكل. أما من ناحية الغلاء الديرة جدا طيبة، صح إنها أغلى من باقي مدن روسيا إلا أنها تعتبر رخيصة. كان اليوم مندي. أبو عبيد ليش المندي ليه؟ مستحيل المندي، مستحيل العيش. صادق؟ اي والله صار اكثر من اسبوعين. اسبوعين؟ لا اقل. اي صح، في كازان. في كازان تعشينا، وفي محج قلعة بعد. نعم. اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم. اليوم محتوانا مختلف شوي. محتوانا عن الطب في روسيا، وتحديدا اللي هو طب البيض وجهه العتيبي. بندش عنده وبنعلمكم شنو اللي عندهم من امور الطب، ونعطيكم جميع المستجدات. روسيا وتحديدا موسكو افضل من اسبانيا. احنا الحين عند مكتب طبي في موسكو تعاون مع الدكتور سلمان الله العيون اللي تشتهر فيه اللي هو روسيا الاتحادية. انا جاتني معلومة ان افضل طب العيون بالعالم على رأس الهرم اللي هو لندن، اللي هو العملية والتشخيص والأمور هذه. المهم أنه يرجع روسيا ما لقى طبعا الحل عندهم بعد الخسائر. من أبرز الحالات فيه رجال يتكلمنا عنه الدكتور سلمان، يقول أنه كلف 400,000 ريال سعودي في، طبعا احنا عند عمارة المكتب وبنوافيكم إن شاء الله. هذا المكتب الطبي. ريال سعودي اللي هو 5000 دينار ونص. هذه كلها جاء هني في روسيا، تم معالجته مع السكن ومع الاكل مع الاقامه ما تجاوز 70,000 ريال. يعطيك العافيه اخوي يونس. الله يعافيك. اخونا يونس المنسق مع المستشفى اللي هو اسم المستشفى فيدروف للعيون، لعلاج العيون. سريع حبيبي، سريع. السلام عليكم. يعطيكم العافيه. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. شلونك؟ اهلا وسهلا. طيب. حياكم الله. فقط مقاوي. نعم. اي شيء، شخص عنده اي مشكله في العيون يعالجه. فقط يعني متخصص فقط في العيون. فقط في العيون، صحيح. ويكون في تنويم مع مثلا السكن والامور هذه او لا؟ المستشفى متخصص في مجال العيون، كل ما يخص العيون من كل شيء. فقط هو مستشفى متخصص في العيون. طيب اول سؤال عندي، تفضل. شنو امكانيات المستشفى؟
هل هو عيادات او مستشفى كامل مع الجراحه مع علاج الشبكيه؟ السبب السكر. السكر. نعم. السكر نعم. ممتاز. اغلبيه الناس اللي يجينا يكون عندهم السكر، والسكر هذا يعمل لخبطه في العلاج. ابرز واهم واكثر الحالات؟ والله اكثر الحالات يجوا في العلاج الشبكيه اكثر شيء. اكثر شيء تنويم اذا كان يحتاج المريض الى التنويم. في عندهم قسم ترقيد كامل. ممتاز. ابي اسال سؤال اللي هو اكثر الحالات اللي تجي عندكم في المستشفى هذا. اخونا يونس، حيا مرحبا. ابي اغلى عمليه عيون في المستشفى علشان بس الناس انها ترتب امور العلاج، هل هو غالي او رخيص؟ عندهم مشاكل في العين بسبب مرض السكر. باسباب مرض السكر. طيب. فتتاذى الشبكيه، تتاذى العصب البصري، يعني حتى احيانا العدسه تتاذى من هذا الشيء. فالاغلبيه كلهم يجوا. كم يقعد اللي هو زراعه القرنيه عندهم المده؟ والله شوف، زراعه القرنيه احيانا تطول، واحيانا تقريبا تكلف $8000 في هذا الحدود. 8000 وحده دولار، يعني حول 2600 دينار تقريبا. طيب. والله اغلى عمليه هي عمليه زراعه القرنيه، هذا اغلى شيء يعتبر. نعم. على صرف اليوم اللي هو تقريبا اليوم قدره 90. نعم. يعني مده كامله 10 ايام اسبوعين بالكثير. نعم. زين، قيمة التشخيص المبدئي الأول، أول ما يجي المريض يقول أنا عندي المشكلة الفلانية وطب في زراعة القرنية. إذا وجدت القرنية، إذا هي موجودة من الشركة نعم. وفرتها. نعم. يعني بعد العملية يمكن أسبوع، وإجراءات العملية ما قبل العملية يأخذ لها 3 أيام 4 أيام تكون سريعة. النورمال، احنا دائما نتكلم على النورمال. تعرف تقول العملية نفسها إذا إيه المدة كم يقعد المريض؟ عملية الفحوصات الأولية عندهم تقريبا في حدود من 100 إلى $200. من 100 إلى 200 دولار. بعدين إذا اتضح إنه يحتاج فحوصات إضافية نعم. قد تصل ماكسيموم إلى $500 ماكسيموم. المكتب ما يأخذ أي عمولة. ما يأخذ. ممتاز. هذا فقط لا غير. ممتاز. كم قيمة التشخيص إلى قبل العملية؟ التشخيص إلى قبل العملية. المستشفى راح يفحصه من أول وجديد. أبي القيمة من يوم يوصل إلين يخلص التشخيص. كم قيمة التشخيص؟ الفحوصات الأولية مع طبعا عمولة مثلا يقول لك أنا أبي موعد مع الدكتور اليوم الفلاني، هو يجي قبله بيومين يسوي فحوصاته. بعضهم لا، بعض المكاتب يقول لا توصل عندي أبي المكتب والتنسيق المكتب، هل هو ينسق مع المستشفى قبل وصول المريض أو لما يجي المريض يروحون ينسقون المواعيد؟ لأن في ناس يعني ما يتعدى $1000 بجميع الحالات. ما يتعدى 500 فحوصات. جميع الفحوصات. جميع الفحوصات. ممتاز. ترى الوقت في اليوم الفلاني أنت تدخل عنده. ممتاز. ولكن احنا نعمل تسهيلات في هذا الشيء. نعم. نحن مش انا يعني واحد، انا جزء من فريق العمل، في منهم قد لهم خبره في المستشفى. يوصل لك الموعد. صحيح. شوف السيستم المستشفى نفسه ما فيش حاجز عند دكتور معين. انت لو بدك تحجز هو يحجز لك موعد في اليوم الفلاني. نعم. بعدين تفتح ملف في المستشفى، بعدين نشوف لك مثلا موعد مع الدكتور. وبعض الدكاتره انت عارف انه ممكن بعد 3-4 شهور وبعد التشخيص تدخلتوا في ادويه او علاج طبيعي. حصل الامر هذا؟ التغت العمليه الجراحيه واصبح في ادويه؟ نعم. كان تشخيصها برا. نقدم الموعد وتقابل الدكتور. ممتاز. انزين، في حالات جاتكم كانت تحتاج تدخل جراحي. لهم 30 سنه في المستشفى، فهم عارفين كل الدكاتره. ممتاز. فهم يختاروا الدكتور المناسب، ويقول لك الدكتور الفلاني بيجي في اليوم الفلاني، اذا هم مثلا موعده بعد اسبوعين. نحن نسهل في هذه الاشياء، نعرف في المجال اللي اشتغلت في الفتره اللي اشتغلت فيها. نعم. بسيطه مش كثيره. بسيطه. ممتاز. صار زي كذا يصير. صار يعني الامر هذا. صار. حالات واجد ولا بسيطه؟ روسيا كان تدخل جراحي، وصل عندكم قال لا ما يحتاج تدخل جراحي بعد التشخيص، انه يكون ادويه او علاج طبيعي. بالضغط مش معروف. طيب. ولكن كانوا ممكن يعملوا له تدخل جراحي كمحاوله لتخفيف الضغط، ان تساعد انه الضغط العين ينزل. بعيدا عن موضوع القبله هذه صارت عندنا. ناس راحوا اسبانيا والمريض كان عنده ضغط في العين. طيب. بعض الضغط. السبب كان مجهول، يعني عملوا له كل الفحوصات ايش. في حاله جاتكم تقول من اسبانيا كان تحتاج تدخل جراحي. يعني. طيب صحيح. نبيك تسولف بالمختصر. اخر حاجه داعي تستمر على القطار. يعني في مصداقيه عند الدكاتره كمان يقولوا انا بعمل لك عمليه انا مستفيد، لكن لا.
يعني تشخيصهم قالوا ان العمليه لو نسويها او بالاصح الفائده منها ما فيش، يعني كذا كذا راح ترجعوا للقطر، فخوفا على صحه المريض وتدخل جراحي في العين وكذا، طالما انه ما فيش منه وكذا، لانه كانت تجيب لها صداع. فلما جت له هنا قالوا له هذه العمليه نحن ممكن نسوي لك اياها، ما في مشكله بالخالص، ولكن ما فيش نسبه نجاحها النورمال تقريبا في حدود 70,000 80,000، يعني ما يعادل حاليا روبل طبعا بالروبل، يعني تقدر تقول. طيب في سؤال مهم جدا، تكلفة عملية الليزك أو الليزر اللي هو حق ضعف النظر، تصحيح. أبي مع الإقامة كاملة تقريبا ما راح يتطور ما في شيء. منها فائدة، لا ما حسب منها. شكرا. تقريبا يعني 660 دينار كويتي تقريبا. كم قلت؟ 1000 1200 كذا، 1200 نقول يدبلها مع الإقامة تقريبا 2200 دولار. 1000 دولار 1000 دولار. طيب المدة؟ مدتها يوم يومين بالكثير. يوم يومين. هل يقدر يرجع بالطيارة؟ على طول اليوم الثاني. على طول. خلقي. يعني عيب خلقي. عيب خلقي. له علاج عند المستشفى من ناحية هل هي عملية أو هي مجرد محاولات. نعم. تجي الأطفال أو دائما تجي الحالات؟ يعني أكثر شيء اللي هو ضعف النظر. قصر النظر. صحيح. قصر النظر. قصر النظر. هذا عيب. علاج أطفال العيون موجودة في المستشفى؟ في قسم كامل متخصص في مجال علاج الأطفال، قسم كامل. وشنو أبرز الحالات اللي تجي طفل إذا حسيت فيه مشكلة في النظر أنك تبادر على طول قبل لا يكبر علشان ما يتأزم اللي هو العلاج؟ يتأزم الحالة وبعدين يضعف العلاج. التغذية، كورس التغذية. لأنه كونه طفل فيصير عنده استجابة لهذا الدواء ويصير عنده تحسن. في شغلة مهمة أن هم كورس تغذية. طبعا علاجه بطرق مختلفة، ولكن أكثر شيء المشهور واللي نعمل بكثرة واللي يحصل نتائج كويسة هو موضوع. أخونا يونس، المستشفى فيه علاج التجميل للعيون؟ فيه. شنو اللي هو تجميل العيون؟ صحيح، انك تاخذ استشاره طبيه عشان تعرف يعني هل ممكن تكون عمليات معاده صغير افضل من معاده كبير، او احيانا يكون العكس، فعشان تاخذ يعني استشاره طبيه وتكون على برات العين. حلو. فالعين احيانا تميل لليسار، يعني تكون في رابخه، فهم يعملوا عمليات تثبيت للعين او شد لهذه العضلات. في عمليات خارجيه مثلا اذا. طيب. الداخليه. في الخارجيه ولكن ضعيفه صراحه شويه في المستشفى، مش كثير. ولكن في ناس اللي يعملوا حوادث يصير لهم ارتخاء العضلات. نبي ثقافة عن. والله في قسم متخصص في مجال جراحة تجميل. والله في نوعين. طيب. في ممكن يكون كورس أدوية، علاج مجرد أدوية. أي. ممتاز. وفي تدخل جراحي. أخونا يونس. حيا ومرحبا. أبي علاج الأعصاب وارتخاء الأعصاب، هل هو تدخل جراحي أو اللي هو علاج طبيعي؟ أحيانا الجفن حق العين يكون نازل. أيوة. يكون فيعمل عمليات تجميلية. شد الجفن. شكرا. والله في عمليات جدا بسيطة. موضوع المياه البيضاء، في بعض العمليات تكون جدا سهلة، حتى لو كانت في الشبكية وضعها مش صعب. سؤال أخير وعلى السريع، هل عمليات العيون تعتبر خطرة أنه يخاف المريض أنه يسوي العمليات أو أنها عملية بسيطة جدا؟ بالليزر توسيع الشرايين بحيث أنه يقوي تدفق الدم وكذا، فهذا على حسب الدكتور يشوف المريض ويشوف إيش أنسب الطريقة للعلاج. مكتب مرحبا، الموقع موسكو، وبحط رقم التلفون وتواصلوا وياه واتساب فقط. حياهم الله، يحب فوق العين والراس. أخونا يونس. عمليات تكون معقدة، ما أقول لك في عمليات اللي إذا وضع العين صعب وصار له كم من عملية تكون متعبة العملية. قواك الله. حياك. اسم المكتب؟ مرحبا. عملية تكون جدا سهلة، يعني أحيانا ندخل مع الدكاترة في مستشفى في العمليات يكونوا يضحكون مع بعضهم جالسين يمزحوا ولا كانوا يعمل شيء، يعني تكون عملية جدا بسيطة. أسعد الله أوقاتكم كل خير يا أحباب، حياكم الله. حنا طلعنا من موسكو فوق الساعتين علشان نجيب لكم المحتوى الطيب. تونا واصلين الحين، وابشروا بالتغطية اللي تنال على إعجابكم. حنا في مزرعة يوتا فاركر لإنتاج الطيور. هذا استقبلنا الطير هذا وراح ندش داخل المحمية ووريكم بعض
هذا واحد من الطيور لقيناه بعض الموجودين. ضبع. موجود ما شاء الله تبارك الله. هذا انتاج المزرعة 18 عرضه 18 17 نص طول. 17 18. اهل الطيور يعرفون نوع الطير هذا طبعا. بوريكم بعض هذا؟ الطيور اللي داخل. 18. ايوه. الحين بندخل مع البوابة باستقبالنا هذا الطير. هذا امبرين. امبرين نعم. فرخ. فرخ. أيوة. امبرين ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. طيب هذا كم سعره؟ كيف؟ السعر هذا كم؟ كم قيمة؟ ايه القيمة. сколько стоит? Не знаю, оставлю себе. هذا مو بيع. مو للبيع. هذا مالك مزرعة. هذا المترجم. Дают первый. يعني تقريبا نبي قيمة تقريبية. تقريبا примерно сколько стоит спрашиваю? Я не знаю, я не продавал скорее. Гармуш мабия, هذا امبرين мабия. اها يعني مو للبيع. خلينا نشوف. اخوي ها. برازي هذا امه وابوه. اخوه. امبرين ايوه. اخوه. ما شاء الله تبارك الله. 2 سنة حتى السنين. شلون؟ 2 سنة عمر حتى السنين. عمره يعني سنتين. يعني بكر. هذا احرار يقول من انتاج الجبل. ما شاء الله تبارك الله. طير من انتاج المزرعه. اللهم بارك. كلها اماكن تزاوج الطيور عندهم. كل غرفه فيها انتاج الطيور. نوع معين يجمعونها يتم الانتاج فيها. ما شاء الله. تقريبا فوق 100 متر. كل مترين فيها بوابه. كم واحد موجود هنا؟ هذا جوز حر قرموش حر قرموش. ايوه هذا الثاني. عر وقرموش. انا اول مره اسمع قرموش بس يمكن هذا الطيور يعرفون. هذا طبعا ارقام الانتاج. كل طير يتم انتاجه يحطون له حجر ويعرفون امه وابوه. هذا حر وقرموش. هذا شلون تصوير. رقم الانتاج يقول ان الام والابو دمها اصلي. هذا الامبرين بارا موجود. وين اثنين برا؟ موجود. هذا ماما وبابا. هذا شنو؟ قرموش. ثلاثة قرموش. يا هذا الطيور علمونا شنو القرموش. انا اول مرة اسمع الكلام هذا اللي هو كلمة قرموش. هذا في شيء رقم 10. ثلاثة. نشوف. في بشو. هذا رقم. هذا نوع من انواع الطيور. ما ادري شنو هي. نشوفها. هذا الزوج. هذا شنو هذا؟ هذا حر احمر. حر واحمر. حر احمر. يعني حر من حر. حر. هذا حر من حر. هذا رقم. هذا شنو؟ حر. كل احرار. هذه كلها احرار. قرموش ما اعرف قرموش. لا هذا قرموش. شو هذا؟ هذه ريال. احرار. ريال. هذه رجال. ارقام. زوج زوج ينتجون منها. غير في السعودية غير. هذه طبعا افروخ. حر من حر. في فوق. ادري بين التصوير. up. Look. عشان نشوفها. Look. No, yourself. اي هذا. هذه فروخ انتجوها وحطوها هنا. ما شاء الله تبارك الله.
هذا رقم 6، هذا رقمه. هذا شنو؟ حر. حر. ما ادري هو مبين ولا لا. وون هذا شنو اكبر ذكر؟ تصور جير اكبر ذكر جير في روسيا. في روسيا 1300 وزنه 1300 فوق موجود. اللي فوق. كم الطول والعرض؟ طول تقريبا 18 ونص 18 ونص 18 ونص 18 ونص. فوق ذكر و اكبر طير في صقر في روسيا. وهذا كم هذاك؟ هذا بيور تحت بيور. وهذا اكبر حر. طبعا اللي هو جير. ها جير تلقيح صناعي 17 ب 17 والوزن 1200. هذا طير شنو؟ هذا طير هذا حريش حريش. اها الطيور. هذه الطيور حاطينها مع بعض ما شاء الله تبارك الله. هذا يصير تزاوج هني ولا بس؟ لا بس مشان تطير، بس عشان يطير. ايوه. يعني يمكن يحطونها هني علشان بس انها تفرد جناحها. انتاج مزارع روسيا. ومثل مرابط دائما الطيور عندهم نفس المكان هذا علشان الطيور اللي تقيض فيها تفرد جنحانها. هذا كم عرضه؟ هذا 18 ونص في 18. 18 ونص في 18. نعم. وزنه؟ وزن 1470. 1470. خلينا نقوله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. امسك. خلصنا من حظائر الطيور وبنروح الى عشش الطيور ان شاء الله. يبعد عنا 13 كيلو. قال لي بعيد، قلت ما في مشكله 13 كيلو. اليوم احنا بنعطيكم نبذه عن الطيور، كيف انتاجها، كيف هي صايره اعشاشها. وهذا بعد اي رقم ماما وبابا هو في اخر انت شوف اخر غرفه اللي فيها اكبر صقر في روسيا. هذا ولد اكبر صقر في روسيا. كم عمره؟ فرق كلش 75 يوم. 75 يوم. ايوه ما شاء الله. هذا ابوه اللي اخر. هذه المزرعه اللي فيها العريش. هذا مكان الطيور. شوف الطيور بالشبك. مكان تقريبا 100 متر و50. ما شاء الله. دخلنا البوابة. طبعا هذا مكان الانتاج ومكان التزاوج في المكان الثاني. ان شاء الله بغطي لكم اياه بعد ما اخلص من هذا. هذا مكان الفروخ اللي توها يهدونها. بسم الله ما شاء الله. المشكلة الشمس ناطحتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك اللهم بارك. رفضوا ان ندخل، يقول الطيور توها مهدودة تكون خايفة. تقريبا 100 متر ب 50 متر. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مكان الطيور اللي ينتجون منها اللي صورتكم قبل شوي. هذه اماكن الام والابو. ما شاء الله. طبعا كل مكان له رقم. زوجين صح؟ ايوه. كل غرفه يكون فيها 10.
خروف. كل حظيرة فيها زوج. هذا فروخ اسود، فرخ اسود، اسود فرخ. اي هذا انتاج هو ها؟ ايوه انتاج ثاني، انتاج ثاني. انتاج ليش حطه هنا؟ في تشيكو هاتيكم مال. اها. هذه انا باخذها معي. يشلون الانتاج ويحطونه في المكان اللي صورت لكم اياه قبل هذا المكان. هذا خلي. ها ما يصير ولا عادي؟ عادي. هذا 4. ما شاء الله تبارك الله. هذا ليش 3؟ هذا ليش 3؟ صغيرة 14. هذا فرخ، هذا فيميل فيميل، هذا فرخ. باكر. اذا شفت 3 يعني يكون فرق. يكون فرق. هذا الفرق ها؟ هذا يصير. هذا الفرق. صفر. ماما. هذا ماما. هذا هذه حظيرة رقم 5. طيب ليش اكسجين هنا؟ هذا عشان شغل. عشان التلحين. انا قلت يمكن الطيور تحتاج اكسجين. هذا إذا انكسر البوابة على طول. هذه حظيرة 7. في شيء هنا مميز ابو عبد اي الله؟ نعم في مميز نعم. يلا بنصور الحين موجود في بوابة 7. هذه 16. طيب الدين. الدين. هذا بس 2 موجود ها؟ ايوه. هذا بوابة 7 فيها 2. طيب هذا شنو؟ شنو نوع؟ حر بعد؟ فرخ. طيب ليش هذا اللون يجي نفس الاسود كلها حر ها؟ ايوه. هذا صاحب المزرعة. أهلا وسهلا. يا مرحبا. هذا مايو. مايو مايو مايو. مايو يس. ما أدري هل هو اسمه أو نوعه ما أعلم. Покажи самца. На разведение. نروح حظيرة 9. بلش حظيرة 9. وزن ما شاء الله. أكبر. ما شاء الله. 18. وزن حبتين. اكبر. طافي اللهم بارك. هذا هو ها؟ 15. طبعا هذا اكبر ذكر دم هذه تحت الدم. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك. هذا كله حر دم صافي. اللهم بارك. طبعا خلصت الحظاير.
حياكم الله. حلاقة بسيطة تركب عند الإنسان هذا. يا سلام سلم الله خوش حلاق. قام والله يطلع الشيء. احنا حلقنا وخلصنا. ابو عبيد حلق وخلص. والحلاقة ليه؟ ما هي بذيك الحلاقة. شوف السعر 17600. توقعون كم؟ 17600 روبل يطلع بالكويتي. ايش شكل 60 دينار. يعني انا 30 وانت 30. ليه يا ابو؟ غيروا روسنا الظاهر. والله ما ادري. يمكن. ترى انا اشوف انه دام احنا دفعنا خذ حل ناخذ حاله. استغلونا والله. اكيد. حصل المواقف هذه، لكن الامر شنو فيه؟ انك تسال عن الاسعار قبل لا تسوي كل شيء. لانها مو قيمه طبيعيه يعني، انتم خابرين. لو اروح اطيب حلاق عندنا ترى محلقين بس لحيه وشعر فقط. ابو عبيد لحيه وشعر وصبغ اللحيه فقط. يعني اغلى في لندن كم؟ في لندن كم؟ اللي هي اغلى دول العالم. ما ادري. يمكن 20 دينار. ايه. صدمه تلاقي. زين اغلى دول العالم طوكيو. والله ما يجي السعر هذا والله. وترى روسيا من ارخص دول العالم. مشكلة احنا شنو قائمة الاسعار؟ قائمة الاسعار الواحد 9 دنانير. شنو السبب؟ رحت اسالهم قلت ليش السعر هذا كله؟ شوف السبب. السبب لان هذه هي سياسة تسعير المؤسسة. لقد قمت بقص شعرك على يد حلاق كبير وقص صديق الشعر على يد علامة تجارية للعلاقة اسعارها اعلى. ابو عبيد يمكننا دكتوراه بالحلاقة. والله كنا دكتور اللي عندنا حلاقة اطلق بالحلاقتهم. اي والله علامة تجارية يقول. زين حنا حلقنا عند حلاق. زين حنا حلقنا عند حلاق كبير صح؟ يعني كل شهر بدك تذكر الموسكو نحلق عنده ونعود. يعني ما راحت خسارة ان شاء الله. مثل ما شفتوا قيمة الفاتورة. من الطبيعي انكم تشوفونها ان السعر غير طبيعي ولا يوجد في اغلى دول العالم. لكن انا سمعت من كذا واحد مثل الامور هذه ما تشوه الدولة بالنسبة لي وبالنسبة للي بيروحون. لكن الغلط منا حنا ما خذينا السعر قبل اللي هو ان نحلق. هذا الامر خطأ من عندنا. على العموم مثل الامور هذه اخذ قيمة السعر قبل ما تشتغل علشان تتجنب مثل الامور هذا. عجبك السعر مشينا. هم استغلوا الامر ان احنا ما سالنا عن السعر. لو سالين عن السعر راح ندفع تقريبا ثلث المبلغ هذا اللي هو 15 دينار وهو السعر الطبيعي. هم دبلوا علينا 4 مرات. النقطة الثانية والمهمة اللي هي التكاسي. التكاسي اذا وقفته في الشارع راح يقول لك مشوارك 2500 3000 روبل. يعني من 7 الى 11 دينار. وهذا سعر غير طبيعي. المشوار الطبيعي في موسكو من فندق الى السنتر الى المول 600 700 الف بالكثير اذا كان في زحمه خانقه. وطبعا موسكو ما شاء الله ما فيها زحمه يعني خانقه. يعني الزحمه خفيفه جدا وسالكه. شنو تسوي في الامور هذه؟ اول حاجه من ناحيه الحلاقين ومشروب المرطبات الامور هذه لا يستغلونك انك ما تعرف لغتهم وانهم ما يعرفون انجليزي. والمترجم يفي بالغرض تعرف شو اللي لك واللي عليك. التكاسي هني المشكله. ما تقاطع وياه. في برنامج للتكاسي بحاول ادوره وادزه لكم ان شاء الله. يحدد لك المده والقيمه. يعني لا قال لك البرنامج مشوارك 600 خلاص تدفع 600 ما تدفع زياده.